قلت لك ما تدخلش اي قسم في كليه هندسه غير وانت حابه. ايه رايك يا هندسه طبيه ولا ميكاترونكس بعيد عن حابب ايه؟ بص دي اكتر كارثه انت ممكن تعملها، انك تخش حاجه مش حاببها. في كومنت مهم انك تسمعه، كطالب لسه في اعدادي هندسه عقلك لسه ما كونش معلومات كافيه عن هندسه اصلا وتخصصاتها، ممكن يبقى عندك شغف في مجال وبعد ما تخش المجال ده ما تحبوش. انا تخصص هندسه طبيه وكنت حابب المجال في البدايه، ولما دخلت مش مرتاح في القسم كدراسه، ولكن مجال الشغل ما اقدرش احكم عليه غير لما انزل بنفسي. ولكن لما خدت التجربه بنفسي لقيت ان كان احسن ان انا اخش قسم عماره. دلوقتي بحاول اتقبل هندسه طبيه. دي مشكله مهمه جدا لطلاب هندسه. قلت لك كذا مره بعد اعدادي هندسه اهم حاجه انك تحدد انت عايز قسم ايه، اخد كورسات ايه بعد اعدادي هندسه. احسن حاجه ممكن انصحك بيها بعد اعدادي هندسه ان انت تحدد انت عايز قسم ايه. طيب ازاي احدد انا عايز قسم ايه؟ علاج المشكله دي هو البحث، ان انت تبحث كويس قوي عن القسم اللي انت داخله. انزل وشوف في سوق العمل او في الشغل او في الشركه او في المستشفى او في اي مكان المهندسين دول شغالين فيه، قول لهم انتوا بتعملوا ايه، اخش ولا ما اخشش. هتلاقي ناس بتكلمك عن مجال. افتح يوتيوب ودور. عارف ان ده مش سهل وهياخد منك مجهود، وكده كده الصراحه بعد ما تخش المجال وتقعد فيه سنتين ثلاثه وجهه نظرك هتتغير، بس مش هتتغير بشكل كبير. وعندي اعتراض على حاجه، الدراسه في هندسه طبيه لذيذه جدا، وطبعا احترم وجهه نظرك.